السلام عليكم ورحمة الله. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة تعالوا نعمل بفتيك ومكرونة سباجيتي. طريقة سهلة جدا، بس التتبيلة بطريقة جديدة. بصي تقطيعة البفتيك جميلة. حطيت بصل ومكعب مرقة دجاج وشوية ملح. عايزة بس اخد المية بتاعة البصل بس، وبرضو مش هرمي التفل بتاع البصل، مش هرميه، هخليه لما اكون بعمل اي حاجه، احطه في كيس، ولما اكون بعمل بيه حاجه محتاجاها هطلعه. وحطيت بيضتين وشويه يبقى كده حطيت ميه بصل وبيضتين وشويه فلفل اسود على البيضتين عشان الزفاره. كويس كده. بعدين اقلبهم البيضتين على ميه البصل، واحط معلقتين دقيق. جربوا التتبيله دي هتعجبكم جامد جدا. يبقى انا كده حطيت ميه البصل ماشي، حطيت بيضتين وفلفل اسود، وبعدين حطيت معلقتين دقيق. بعد كده احط شويه ملح برضو عشان ادوق الحياء بتاعها واشوف حلو ولا لا. وبعد كده هنزل بالبفتيك. افرديه وانت هو الراجل جايبولي الجزار ما جايبولي مفروض، بس برضو افرديه وانت بتحطيه. بصي مقطعه ازاي جميل جدا. حطي واحده واحده ونزليها، متخليهاش خليها مفروضة عشان تاخد من التتبيله، متكونش متنيه. شكرا جدا على تعليقاتكم ليا. صلوا على النبي يا جماعه. سلطتها جميله جدا. ربنا يحسن ما بين ايديكم وايدي، وينعاد عليكم الايام بخير باذن الله. شايفين كله خد التتبيله. بصوا بقى، جبت كيسه وحطيت فيها التفل بتاع البصل. ما برميش اي حاجه دلوقتي غاليه، ربنا يرفع عنا البلاء والغلاء يا رب العالمين. برضو بحطها في الفريزر، استخدمها لاي حاجه. حطيت هنا عايزه اقول لكم دوت مش فيجيتار دوت، ولا بقسماط. عارفين دوت دي ذرة. جربيه روعة، هيعجبك. كنت جايباها عشان اعمل الكيكه وعملتها لكم انا ونزلتها لكم في الصفحه عندي. كنت جايباه وبعدين كنت محتاجه بقسماط، فحطيت منه، عجبني الصراحه، لونه عجبني. بصي الاول عملت حبه بدقيق الذره بس، وبعد كده هحط عليه فيجيتار عشان عندي ناس ما بتحبش الحار. هنا كنت بسبك الطماطم ماشي، عشان الطماطم اللي كنت انا مسبكاها معاكم في الفريزر بتاع رمضان خلصت. هنا كنت بسبك طماطم وبعمل بسلق مكرونه، فسهله جدا بقى، خلاص انتوا اتعودتوا عليها. انا كده مطيه على النار ماشي اهو كده. دلوقتي بصي بقى، عملت واحدتين كده من غير فيجيتار حار. دلوقتي هحط عليه فيجيتار حار ماشي. وبعد كده اقلي بقيه وبعد كده هقلي بقيه البفتيك على نار واطيه خالص، على نار هاديه. يعني ممكن نحط برضك عشان ما يشربش زيت، يعني خليك في الوسط يعني. بصوا يا حبايبي، بصوا اللون بتاعها جميل ازاي، فاتح وجميل جدا. لو زودت النار هيحرق الزيت والبقسماط وكده، او الدقيق الذرة والكلام ده. فانتوا لا، يعني حاولوا توطوا النار شويه.
جميلة وتعجبكم جدا. تاتش قوي على بظهر المعلقة على الفيجيتار بتاع البفتيك، عشان ايه ما يطلعش منه الكفر بتاعه. خلاص كانت سبكت هنا المكرونة، سبكت الصلصة بتاعت المكرونة. البفتيك روعة جدا جدا، جربيها بالطريقة دي على نار هادية، هيطلع الاخر واحدة وهي بنفس اللون، مش هتبقى غامقة ولا حاجة ولا محتاجة تغيري الزيت. عايزة اقولك قطع البفتيك ما شاء الله كبيرة وجميلة. انا عن نفسي بحبه جدا عن البانيه. هو كبدة برده يبقى جميلة جدا. حطي ملح بصي رأيكم يا حبايب قلبي، بصوا لونه جميل ازاي وروعة. على افطروا معانا، كل سنة وانتم طيبين.